الحمد لله رب العالمين. أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله، بها نحيا وعليها نموت، بها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين المطمئنين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل، تسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حست مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. وارض اللهم عن سادات ديننا ذوي الفخر العلي والقدر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الحمزة والعباس، وعن الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى. وارض اللهم عن سائر زوجات النبي الطاهرات من الدنس والأدناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، إن من أخطر الأمراض التي تهدد المجتمعات وتضعف الدول وتضيع الحقوق وتزرع الظلم والفقر بين الناس الفساد وهدر المال العام. والمال العام ليس مال الحكومة ولا مال المسؤول ولا مال الموظف ولا مال حزب أو جماعة، إنما هو مال الأمة وحق لعامة الناس. لذلك الاعتداء عليه أشد خطراً من الاعتداء على مال الفرد، ولكن ضرره أشد خطراً على مال الفرد، لأن مال المجتمع ومال العام يشمل أكثر من 40 أو 50 مليوناً من الناس. كل فرد في المجتمع له جزء من هذا المال. لذلك الله عز وجل حذرنا من التقرب إلى المال العام. واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال أيضا: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. واسمع إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبتت من سحت فالنار أولى به. فتأمل يا عبد الله في هذه الآيات
وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من التقرب إلى المال العام وأكل الحرام وهدر أموال المسلمين كالسرقة والرشوة والعقود الوهمية والمشاريع الوهمية، حتى أوصلوا الناس إلى المهالك بسبب من يتجاوز على المال العام، بسبب الفاسدين، بسبب المرتشين، بسبب النهابين الذين نهبوا أموال المسلمين ظلما وعدوانا. عباد الله، أن الفساد له صور كثيرة، فمنه الرشوة، يا من يتعامل بالرشوة، ومنه الاختلاس، ومنه التزوير، يا من يزور الأقوال والوصولات، يا من يزور الحقائق، ومنه المحسوبية، ومنه استغلال المنصب لمصلحة شخصية، ومنه السرقة من المال العام والمشاريع الوهمية. هذه المشاريع الوهمية كلفت الدول أموال طائلة، ومن الحقائق المؤلمة عباد الله في مجتمعنا اليوم يظهر يوميا مشاريع وهمية تصرف له مليارات من أموال المسلمين، من أموال الناس الفقراء والمحتاجين. من هذه المشاريع عباد الله أن مشروعا كتبت في الأوراق، خططت وجهزت بكل تفاصيلها. هذا المشروع عباد الله بناء مستشفى لمن؟ للمرضى، لمن يأوي ولمن يحتاج ولمن يتألم. هذا المشروع عباد الله صرف لها أموال طائلة، وبعد إكمالها خرج لجنة لتفقد هذا المشروع. خرج هؤلاء ثلة من اللجنة وبدأوا يبحثون عن هذا المستشفى، حتى وصلوا إلى المكان المحدد. تأملوا عباد الله، لم يجدوا شيئا في هذا المكان، لا بناء ولا أجهزة، إنما مكان عام خالي. أين هي المستشفى؟ صرفت أموال طائلة لبنائها ولتوفير الأجهزة لها، لكن حبر على ورق. تأملوا يا عبد الله هذا المشهد في واقعنا المؤلم، ومن الفساد ما يحرق المليارات
في التنانير، ويخرج الأموال المخزونة من المجاري. كل ذلك يا عبد الله له جزء لك، حق لك، وإنما صرفت وهدرت بسبب هؤلاء الفاسدين، بسبب الذين لا يخافون الله عز وجل هدروا أموال المسلمين. اسمعوا إلى خليفة رسول الله حيث ورد عنه مقولة فقال عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: لو ضيعت جمل أو شاة في العراق لسئل عنه عمر. لما يا عبد الله؟ لأنه مؤتمن على أموال المسلمين، لأنه يخاف الله عز وجل، لأنه يعلم حقيقة أن مال المسلمين قد أوضعه الله سبحانه وتعالى له، فهو مسؤول عنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عندما يأتيه سائل يسأل عن أمور المسلمين، حق عام، فكان يشعل إنارة تخص المسلمين، وعندما يذهب هذا السائل فكان يطفئها. لما يا عبد الله؟ لأنه يعلم حقيقة أن مال الدولة أو مال العام لا يجوز المساس بها. فعندما يأتيه سائل أو تخص مسألة خاصة فكان يشعل إنارة خاصة، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا في حديث عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فيدخل في هذا الحديث العظيم الفساد والسرقة والرشوة واستغلال أموال الدولة لمصلحة شخصية. كل ذلك يا عبد الله يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من تغش المسلمين فاحذر من غضب الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله إن من أخطر ما يكون الانتباه عليه أن المال العام أمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه عباد الله أمانة في أعناق المسؤول، في أعناق الموظف، أمانة. أموال الدولة خطر عام، أموال الدولة خصوصية عامة، فلا يجوز المساس بها ولا التصرف بها، سواء كان مصلحة شخصية أو مصلحة دنيوية. عباد الله، عندما نرى في واقعنا اليوم عباد الله نتألم بهذه المليارات التي تهدر والناس محتاجة، حتى أوصلوا الناس بالمساس برواتب الناس الفقراء والمحتاجين.
ترى الإنسان الموظف الذي لا يتجاوز راتبه أقل من 400,000 أو 500,000 لا يجد شيئا، يركض ليلا ونهارا حتى يوفر علاجه، حتى يوفر لقمة العيش لأولاده ولعائلته. كل ذلك يا عبد الله بسبب الفساد، بسبب هدر المال العام. لو صرفت هذه الأموال الطائلة إلى الناس المحتاجة، إلى بناء المستشفيات، وإلى توفير أجهزة، وإلى أدوية تحتاج إليها المريض، وإلى بناء مشاريع حقيقية تخدم الناس، لما وصلنا إلى هذا الحال. كل ذلك عباد الله بسبب الفساد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا في حديث عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا. ما هي هذه الثلاث يا عباد الله؟ قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. فتأمل يا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام حذر فردا من إضاعة المال، وكيف بإضاعة مال مجتمع كامل، مجتمع لا يتجاوز، مجتمع نسبة سكان 50 مليونا أو 40 مليون شخص. هذا الإنسان الذي يهدر هذه الأموال الطائلة تعود لهذا المجتمع. ألم يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا؟ ألم يتذكر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إضاعة المال فإنه جرم خطير يا عبد الله. لمن يضيع أموال المسلمين، لمن يهدر أموال المسلمين بغير حاجة، بأمور دنيوية، بمشاريع وهمية، بسرقات وهمية. كل ذلك سوف تحاسب عنه يوم القيامة. فتذكر حالك بين يدي الله عز وجل. أين قارون الذي ملك الدنيا؟ أين هو الآن؟ هل تملك كل هذه المليارات؟ فتذكر وقوفك يا عبد الله بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتسأل عن هذه المليارات التي هدرت وسرقت بسببك. ومن الأساليب المعيبة يا عبد الله في مجتمعنا اليوم مع الأسف من السرقات، منها تغيير الوصولات. الموظف الذي يغير الوصولات لأغراض شخصية يدفع له أموال حتى يقلل نسبة هذا الشخص، يقلل نسبة هذا الشخص. المطلوب أن يدفع 50 مليون أو 40 مليون، هذا الموظف يأخذ رشوة فيكتبها 10 ملايين، وتصرف جزء يسير للدولة. كل ذلك عباد الله سوف تحاسب عنه يوم القيامة. سوف تقف بين يدي الله عز وجل، فأعد لهذا الموقف جوابا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المستغفرين.